السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز آه يعني جهاز من أجهزة سامسونج المتوسطة. في فنيين مبتدئين كتير عايزين يبدأوا يشتغلوا يفكوا ويركبوا الجهاز، وبيخافوا، ولكن بيخافوا من فك وتركيب الجهاز ألا يتلفوا أي شيء. وطبعا أول حاجة أنت بتفكر فيها عشان تفك الجهاز إنك ترفع الظهر وتفك الشاسيه بتاعه. جميع الشركات دلوقتي بتتجه لظهرين: الظهر البوليكربونات البلاستيك والظهر الازاز. الازاز انت ممكن تتعامل معاه بكل بساطة وهدوء وبيتفك معاك عادي. الظهر البلاستيك احيانا لما بيتعرض لحرارة زايدة بيبوظ، واحيانا لما بتستخدم بعض المواد زي مثلا 8 3 3 التنر، اي حاجة انت هتستخدمها بيشقق وبرضه يبوظ. خلينا نشوف مع بعض احنا ممكن نتعامل مع الظهر ده ازاي في رفع الظهر من على الفريم. والفيديو ده موجه لاخواتنا المبتدئين في المجال. اول حاجة احنا بنستخدم درجة حرارة مع اي مشتت للحرارة. ده كده مشتت للحرارة اللي هي السيليكون دي، سيليكون سميكة شوية، وانا شغال على درجة حرارة 120 دلوقتي. بسيب الجهاز على ظهره شوية، تمام، لحد ما الدبل فيز بتاع الظهر يشرب الحرارة كويس. طيب في معلومة مهمة: في ناس بتستخدم الهوت جان، انا ما بفضلش خالص ان انا استخدم الهوت جان. طيب ايه السبب؟ عشان الهوت جان بيديني حرارة سريعة وبتبرد برضه بسرعة، لكن السخان بيبدأ يشبع درجة الحرارة جوه الجهاز بالتدريج، وما امسك الجهاز وابدأ اشتغل فيه تبدأ درجة الحرارة تبرد بالتدريج. كويس. فالشكل ده بالنسبة لي انا مناسب. خلاص. طيب نبدأ نتعامل لحد ما اتاكد ان درجه الحراره يعني مثلا من دقيقه لثلاث دقائق على حسب درجه الحراره اللي انت بتستخدمها. ببدا ان انا استنى، ما استعجلش خالص. ابدا اتوكل على الله. انا الاول بستخدم فتاحه، طبعا ده ظهر، احنا زي ما احنا قلنا ايه، بلاستيك. خلاص. ببدا عند اي مكان ابدا ادخل الفتاحه بتاعتي. خلاص. نحاول نخش بالعرض عشان نكسب مساحه اي كورنر. ومجرد ما تبدا تترفع معايا بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، اسيب الفتاحه جوه. طبعا فتاحه بقى موس على حسب ما انت ايدك هتبقى متمكنه. خلاص. وابدا بورقه الاسكرين اللي كلنا عارفينها، ندخل بس الورقه مكان الفتاحه. يعني خلاص كده الفتاحه ايه، عطتني المساحه اللي انا اخش فيها. خلاص. كويس. رقم اتنين: ايه الحذر اللي انا المفروض اخده من فلاتة البصمة؟ فلاتة البصمة عندي في الجنب الشمال، في الجنب الشمال. خلاص. طيب هنا في اي حاجة اخد الحذر منها؟ لا. طيب ممكن انك انت تكتفي بجزء من الورقه اللي خاص بالدبل فيس، يعني ما تدخلش الورقه كلها جوه، لا، جزء من الورقه اللي خاص بالدبل فيس، وتبدا تتحرك بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. شايف؟ الموضوع بسيط بدون استخدام مد. خلاص. زي ما حضرتك شايف كده. احنا قلنا هنا ايه؟ في البصمه هنخاف عليها، هنوصل لحد عندها ونبقى حذرين. لو حسينا ان احنا بنخبط في حاجه نقف مثلا، لكن احنا ماشيين. يلا بسم الله. شايف الامر ايه يعني؟ هو يعتبر خلاص. خلينا نتأكد. ايوه، ايوه. كمان كمان بعد اذنك. بس كده. القطعة اللي كانت بتعمل كليك دي العدسة بتاعت الكاميرا، بيبقى ليها زي مثلا ايه كليبسات كده بتتعشق جوه هنا. خلاص. ونشيل الباقي بشكل انسيابي زي ما حضرتك شايف دلوقتي. ماشي. نكمل الحتة دي برضو بالورقة. ممتاز. ايه رأيك؟ شايف المنظر؟ طبعا ده جهاز اول فتحة، فانا حافظت عليه زي المصنع بالظبط. خليت الدبل فيس زي ما هو، ورفعته الرفعة اللي حضرتك شفتها دي. كويس. اعتقد الامر ان شاء الله ان شاء الله سهل. خلاص.
طيب هتبدأ تفك أجزاء الجهاز، وأنت بتفك أجزاء الجهاز لازم تكون راجل منظم ما ي... عشان ما يحصلش معاك أي مشاكل ملهاش لازمة. يعني تخلي المسامير كلها موجودة على ماجنتيك معاك، تبدأ تشيل الشاسيه، تعزل الكاميرات بتاعتك، وتشوف الصيانة اللي انت هتعملها في الجهاز هي ايه. بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أخوكم أسامة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.